مميز. اول شيء بدي لكم رمضان كريم، كل عام وانتم بافضل الاحوال ان شاء الله. مثل ما بتشوفوا بالمغرب لما بتشوفوا وحده عملت شباكيه يعني خلاص رمضان قرب، يعني ريحه الشباكيه والماء زهر ويا سلام. فراح اعطيك السر قرمشه الشباكيه والتعليكه وتيجي رائعه جدا بدون مجهود. يعني راح اعطيك السر من اسرار تنظيم شغلك ووقتك وكل شيء، وبتحصلي على نتيجة رائعة بدون تعب بدون أي شيء. ففقط ما عليك إنه تشوف الفيديو من الأول حتى الأخير. بقترح عليك إنه تشوف الفيديو من الأول حتى الأخير، راح تستفادي كتير وتتشكريني على هذا الفيديو. قبل ما نروح لطريقة التحضير وأسرار نجاح الشباكية، فما عليك إنه الضغط على جرس التنبيهات مشان يوصلكم كل جديد. حطوا لايكات وكومنتات حلوة وتلقوا رابط الانستغرام تبعي بالديسكريبشن بوكس. ويلا فرجة ممتعة. فعلى بركة الله حبايبي، يلا سيداتي نحضروا الشباكية برمشة عين. المكونات: عندي كأس بين زيت الزيتون والزيت النباتي يعني 150 ملي، كذلك 150 ملي من الماء زهر، ربع كأس من الخل الأبيض، ثم كأس من الزبدة المذابة بوغ حتى تصير بوغ. كذلك عندي كأس ونصف من الماء الدافي ذوبت فيهن زعفران حر وملون غذائي، ملعقة من الشمر وملعقة من حبة حلاوة يعني حبة حلاوة والنافع، ملعقة وملعقة من القرفة، وكذلك 150 جرام من السمسم يعني نفس عيار هذا الكأس، يعني فيه 150 جرام من السمسم المطحون جيدا والني، كذلك 150 جرام من اللوز المطحون والني غير محمصين، ثم شوي من جوز الطيب والمستكة أو المسكة الحرة، وكيلو من الدقيق الأبيض. ثم ضيفوا كأس جانبا، حطوا كأس جانبا من الدقيق، يعني عيار هاي الشباكية كيلو أو كيلو وكأس على حسب نوعية الدقيق. راح ضيف كأس ونصف من الماء عادي ذوبت فيهم الزعفران الحر وملون غذائي، راح ضيف الماء زهر بالآلة الخلاط، ثم كأس بين زيت الزيتون والزيت النباتي، ثم راح ضيف ربع كأس من الخل الأبيض، حوالي 4 معالق كبار من الخل أو 3 معالق، ثم كأس من الزبدة الحيواني حتى صارت بوغنوازات، ما يصير فيها هاي الحليب أو هاي الماء تبع الزبدة. ثم راح ضيف السمسم حبايبي، لازم لما تطحنوا السمسم وكل هالنواشف هيك تصفيهم هيك بالمشبك أو الغربال حتى ما يكون فيه ولا حبيبات، يكونوا مصفيين، يكونوا على شكل ناعم. كذلك اللوز والقرفة كذلك بتكون على شكل ناعم مشان تحصلوا على نتيجة رائعة جدا، ملعقة من حبة حلاوة وملعقة من النافع. فهي الطريقة بدون دلك بدون أي شيء، فراح تختصر علينا فقط بالآلة الكهربائية الخلاط الكهربائي، ثم المستكة أو المسكة الحرة وجوزة الطيب فقط قليل منها، أي الجوزة قليل منها فقط، تعطينا هي المذاق الرائع بالشباكية. ومنخلط كل المكونات جيدا حتى هيك يصير الخليط متجانس، وبنرجع نشوف باقي التحضيرات. اول حاجه باخد القصعه او البول اي شيء عندك متوفر بتحط فيها الخليط ليسع كيلو من الدقيق، لازم يكون البول كتير كبير او القصعه مثل ما بتشوفوا. فراح ضيف الكيلو دقيق تبعي على دفعات، الدفعه الاولى والدفعه الثانيه لان فقط كيلو دقيق مو كميه كبيره. ومثل ما بتشوفوا فقط بخلط هيك باصابع، يعني بخلط مثل الكيك هيك او الفقاس مثل الفقاس او هيك شي، بخلط فقط بدون ما تعجنوها. اذا هيك تصيروا تعجنوها كتير ما راح تصير زابطه معاكم. مثل شو فقط بجمع بفوت الدقيق بالخليط يتشرب كل السوائل وخلاص. فبضيف ملعقه 7 جرام من خميره الحلويات وشوي من الملح طبعا وخلاص. يعني بهاي شباكيه ما ضفنا لها صفار بيضاء، ما ضفت إلها خميرة الخبز، يعني مو مثل الفيديو اللي مضى. فهي طريقة غير ونفس النتيجة تماما، تيجي كتير رائعة جدا. فبتمنى انكم تجربوا الطريقة مثل ما بتشوف، فقط نفوت الدقيق على العجينة حتى تتجمع معنا وتشكل معنا عجين اللي هو قوامه مو كتير قاسي او كتير هيك رطب، يعني وسط، يعني مثل ما بتشوفوا قوامها جد معتدل، مو لازم يكون كتير قاسي يعني لا ابدا. فهي الطريقة بتختصر عليكم جهد ووقت وكل شيء، بطريقة جديدة وكتير عملية. فراح افرق العجين الى قطع، 5 قطع 6 قطع على حسب انتي وشو بتحبي.
وشغلك طبعا. وبجيب هيك اكياس مشان ما يتصير عندي قشرة فوقانية للعجينة. مثل ما بتشوفوا عجينة كتير لينة عادي جدا، يعني ما بتلتصق ابدا، وهيك عملية معاكم تساعدكم كتير. بحاول انه اطويها مثل بات فيتي او عجينة مورقة، فمشان تصير هيك لما بتقلوها بتصير هيك منفوشة وفيها هيك فقاعات، يعني هيك بتشيج كتير مقرمشة. فلازم انه فقط هيك تكوروهم وبتغطوهم طبعا، وبتاخدوا حبة 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 وبتسووها على شكل عجينة مورقة مثل ما بتشوفوا هيك بتطووها. هاي الطريقة وهي السر هو اللي بتخلي الشبكة تبعكم مقرمشة وفيها هيك طبقات وفراغات، بتيجي رائعة جدا. فبخلي بكمل بنفس الطريقة وبرجع لكم. فأكيد بخليها هيك ترتاح، أكيد لازم ترتاح وبنشكلها. فأنا الصراحة عندي هاي الآلة تبع التمديد، هاي تبع السباكيتي أو تبع المورقة أو الآلة ديال التوريق. فهيك هيك إذا عندكم فقط بالمدلك، يعني العجينة كتير بتساعدكم إذا ما عندكم هاي تبع التوريق، أو فقط بالمدلك بخصوص التشباك. ذلك عندي هي الرولو او اللفافة، فهي بتختصر علي الوقت مثل ما بتشوفوا. فبجيب العجينة تبعي على شكل 5 خطوط، وباخد الاولى وبنزل الثانية والثالثة، وبنزل هيك اصبعتي، يعني الفيديو واضح كتير يعني. فباخد الشريط الاول مثل ما بتشوفوا، وبنزل الثاني والثالث بيكون بايدي، والخامس بيكون بايدي، وبنزله وخلاص بتشكل عندي لحالها شكل شبكية او فورم وردة مثل ما بتشوفوا. سهلة كتير، يعني الفيديو واضح بدون ما اشرح. فبجيب القطعة يعني مثل ما تشوفوا دغري دغري بتخلصوا، يعني برمشة عين بتخلص، يعني ما بتاخدوا هاي الوقت الطويل وبتتعبوا فيها. فبجيب من احسن يكون عندكم هاي الادوات، فبرمشة عين بتخلصوا، او فقط بالمدلك بتخلصوا كذلك. فانا بحاول هيك يكون عندي مساحة. وبجيب هاي الرولو، هاي القطعة الصراحة والله كتير رائعة، فبتمنى انكم تشتروها وبتستعملوها للحلويات تبعكم، فبتختصر عليكم كتير وقت وجهد. فدغري فقط اكيد ما بيكون شوي هيك بالسعين بالجرارة. فمثل ما بتشوفوا هيك بيكون عندي 3 أشرطة فوق ايدي، بنزل الاولى والثانية، خلاص بتشكل معاكم، يعني الفيديو واضح جدا. مثل ما شفتوا حبايبي خلصنا مع بعض كل الكمية، دغري بتخلصوها بوقت وجيز كتير. فبخليها انا ليلة كاملة تنشف تماما، مشان هيك انظم شغلي اليوم للتشباك والعجن، واليوم التالي للقلي.
فحبايبي لليوم التالي بجيب العسل اللي حضرناه مع بعض بالفيديو اللي مضى، فبجيبه بسخنه، اكيد بسخنه، فبضيف له كاضافات لين 2 فقط قطرات من ماء زهر وشوي من المسك الحرة مستكة، هيك احط هيك خلطه مع بعض وبخليه لحتى يغلي تماما، يكون سخن. هيك مثل ما بتشوفوا له، بتشوفوا شكل العسل صار سائل، لانه هذا هو اساس الشباكية، مو لازم تكون العسل كتير ثقيل. فبخلي الزيت يسخن وبجيب كل اموري بتكون جاهزة وواضحة جنبي يعني، والسمسم يكون جنبي هيك المشبك مشان يتقطر لي الشباكية. كل الاشياء حطوها جنبكم يعني، مشان يكون شغلكم كتير منظم. انا هيك سخنت الزيت عادي، زيت نباتي، بحط حبة يعني حتى اشوف يعني الزيت خلاص سخنت معي، وبضيف كل الكمية اللي انا بديها تنقلها وخلاص. يعني لازم يكون شغلكم كتير منظم، فقط تبعوا كل هالخطوات. اول حاجه حبايبي لازم الزيت يكون بالاول مرتفع، بالتالي لما بتضيفوا الشباكيات تنقصوا الحراره شوي مشان ما تحترق معاكم، لازم تضبطوا حراره الزيت. فبتجيبوا هي عود شواء وبتقلبوهم مشان هيك، مو خلاص تخلوهم يتحمروا فقط من جهه ومن جهه، لا، هيك تقلبوهم حتى ياخذوا نفس اللون الذهبي هاد، وراح يصير لونهم اغمق لما بتحطوهم بالعسل. والعسل لازم يكون شوي هيك، مو ثقيل ابدا، لازم يكون خفيف العسل مشان الشباكية تبعكم تتشرب كل العسل. ولما بتفوت فترة في رمضان ان شاء الله وهيك بتاكلوهن، بتصير العسل لساتهم جوا الشباكية، يعني العسل بتكون الشباكية كلها متشرب العسل. فمثل ما بتشوفوا القلي الشباكية سهل كتير، فبتستعينوا فقط بهاي تبع الشواء وبتقلبوهم وبتجيبوا هاي الصفاية، خلاص سهلة كتير. وسر تاني اللي هو لازم ما تنزعوا الشباكية من العسل حتى تتحمص هاي الدفعة، فقط مثل ما بتشوفوا هاي الدفعة خلاص اتحمصت، بنزعهم من العسل، بعدين برش السمسم عليهم، بعدين باخد هاد مثل ما بتشوفوا كل الخطوات مضبوطة مليون بالمية. فبتمنى انكم تستعينوا بكل هالاشياء اللي انا بحكيها، بتقلوا الشباكية باخر دفعة، بتنزعوا الشباكية اللي على العسل، لازم تتشربوا اكتر وقت يعني، وهيك وبتغطوهم بالسمسم، بترشوا عليهم سمسم مثل ما بتشوفوا، بتخلوا الشباكية هيك تتشرب العسل، بعدين بتضيفوا شباكية بس تتحمر، وخلاص بتنزعوا الشباكية اللي بالعسل وانتو حتى تخلصوا الشغل تبعكم كلياته. يلا شوفوا الفيديو كله، راح تستفادوا مليون بالمية. وبتمنى ان هاي الطريقة تنال اعجابكم، فلا تبخلوا علي بتعليقاتكم الحلوة، أنا هذا الشي اللي كتير بيفرحني. فخلاص اخر دفعة راح تشوفوا شكلهم عن قرب. فانا بجيب هاي هيك بتشرب العسل مثل ما بتشوفوا، وبضيف لهم سمسم، فيا سلام ريحة الاجواء الرمضانية مع بداية البيت صراحة. فبتمنى انكم تجربوا هاي الطريقة، اكيد هذا الشي كتير كتير بيفرحني، واكيد بتمنى انكم تجربوها وتبعتوا لي صور لهاي الشباكية على الانستغرام. اكيد بعملكم تاج للصورة تبعكم بالستوري او بالحالة تبعي. فطريقة الاحتفاظ بالشباكية اللي هي بسيطة جدا، تجيبوا علبة بلاستيكية بتحطوا فيها بابي سولوفان او نايلون مثل ما بتشوفوا، وبتحطوا كل طبقة وطبقة نايلون، يعني مشان هيك كل شباكية بتصير هيك محافظة على القرمشة، وبتكون هيك متشربة العسل اكتر اكتر، مو لازم تنشف. وبتحطوهم بالثلاجة او بتعملوا كمية كبيرة بتحطوهم بالفريزر، بتصير لسنة كاملة بنفس الشكل بنفس الشي، ما بيصير لها ولا تغيير. فهذول هن الشباكية، راح تشوفوا كيف جواتها عسل، يعني الشباكية الناجحة لازم تكون كلها فقاعات وجوا الشباكية عسل، يعني مو لازم تكون فقط هيك عجينة مثل ما بتشوفوا. هاي الفقاعات بتدل نجاح الشباكية يعني. يا سلام، انا بتمنى انكم تجربوا هاي الطريقة، راح تتشكروني عليها بدون مجهود بدون اي شيء. وبحبكم كتير وبشوفكم بنكست فيديو.